ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأوفياء الأعزاء، كنتمنى تكونوا بخير بألف خير وبصحة جيدة. انطلاقا من هذه المناظر الطبيعية غادي نشارك معكم واحد الجولة رائعة دوزة في مدينة تازة. غادي تكتشفوا معايا المناظر الطبيعية اللي كتواجد في راس الماء مع وصولا إلى باب بودير. بقاو معايا. بسم الله على بركة الله. غادي ننطلقوا من حي ديال الكوشة اللي كيتوجد في مدينة تازة، وغادي نشدوا الطريق باش غادي نوصلوا لراس الماء. هذه هي الطريق ديال راس الماء. بصراحه الطريق عامره لا بالراجلين ولا بالسيارات، وكذلك كاين واحد المنظر ديال الجبال مع الاشجار مع اللون ديال الاخضر ديال الطبيعه. كاين واحد المنظر غزال بزاف 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 بزاف. غادي نكملوا الطريق. ديالنا حتى نوصلوا لراس الماء. بصراحة مدينة تازة فيها مناظر طبيعية غزالة غزالة غزالة. بصراحة بغيتكم تكتشفوها وتعرفوا عليها. هذا هو راس الماء. راس الماء حتى هو زوين، فيه مناظر غزالة، ولكن ما غاديش نتوقفوا لان حنا بغينا نوصلوا لباب بودير قبل في واحد الوقيته اللي تكون الشميشه باش غادي نتمتعوا بالمناظر ديال الثلج. غادي نخرجوا من راس الماء وغادي نكملوا الطريق. وهذه هي الطريق ديال الطلعه ديال باب بودير. فيها واحد المناظر غزاله، بصراحه واحد الراحه نفسيه زوينه كتحس بها وانت كتشاهد هاد المناظر مع هاد الجبال مع هاد الاشجار. واحد الراحه نفسيه زوينه بزاف. بصراحه بغيتكم تشاركوا معايا هاد الخريجه او هاد الجوله. بغيتكم تشاركوها معايا وتدوزوا معايا هاد الفيديو كامل. نسبة الثلوج اللي تساقطت في باب بودير واحد الكمية كبيرة. دائما باب بودير، منطقة باب بودير اللي كتوجد في مدينة تازة كتساقط فيها الثلوج بواحد الكمية كبيرة بزاف بزاف. بصراحة الطريق كانت كتسلق ولكن المنظر زوين، المنظر غزال. خرجنا من الجو ديال الجبال والاشجار ووصلنا للجو ديال الثلوج. كلشي بيض، كلشي بيض. الاشجار بيضين بالثلج، الطريق بيضة بالثلج، حتى المنازل كلهم فوق السطح ديالهم كاين الثلج. دابا وصلنا للمكان اللي كتواجد به مغارة فريواطو. غادي نمروا بمغارة فريواطو، ما غاديش نتوقفوا لان حنا بغينا نوصلوا لباب بودير. هذا هو المكان اللي كتواجد به مغارة فريواطو. كاين واحد المسجد كيتواجد امام مغارة فريواطو. غادي نكملوا الطريق، ما غاديش نتوقفوا حتى نوصلوا لباب بودير.
كما كتعرفوا مدينة تهزا معروفة بمغارة فريواطو ومعروفة أيضا ببابودير. بابودير هي واحد المكان اللي يمكن لأي واحد يتمتع بالاسترخاء النفسي والجسدي في هذا المكان هذا، لأن كيتميز بواحد المناظر طبيعية وجبلية رائعة. بصراحة وصلنا لهذا المكان هذا، استرحنا فيه، الوليدات لعبوا ونشطوا وضحكنا حتى وصافي عيينا، وفي الاخير رجعنا المنازل ديالنا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون يعجبكم، وإلا عجبكم بارطاجيو رابط القناه المواقع الاجتماعيه، وديروا لي جيم، ديروا لي جيم، ديروا لي جيم، ما تنساو لي الجيم. واستودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه، ولنا لقاء جديد في فيديو جديد ان شاء الله.